ازيكم يا جماعة؟ معاكم ميرو في قناتي اللي بناخد فيها جولة كل مرة في عالم الجرائم الغامضة. قصص ساعات تحس إنها طالعة من فيلم رعب، بس صدقوني كلها حقيقية. كل حلقة هنا هنفتح ملف جديد ونتكلم عن تفاصيل هتخليكوا تعيدوا التفكير في الدنيا والناس اللي حوالينا. لو انت بتحب الغموض والتشويق يبقى انت في المكان الصح. تخيل انت واقف في وادي الملوك، الحر خانق، الشمس نازلة نار، والسكون هنا غريب، سكون تقيل، كأن المكان نفسه بيحبس النفس. سنة 1922 والدنيا كلها مشغولة بحاجة واحدة، مقبرة لسه بتتفتح بعد أكتر من 3000 سنة. قدامك رجال إنجليز منهم هاورد كارتر واقف، إيده بترتعش، مش من التعب، من الرهبة. حفرة صغيرة اتفتحت، شمعة اتدخلت، وحد قال: شايف ايه؟ الرد جه بصوت مهزوز: شايف أشياء مذهلة، كنوز، ذهب، تماثيل، تابوت، ملك طفل اسمه توت عنخ آمون. اللحظة دي التاريخ كله كان بيكتب نفسه، بس محدش كان عارف إن مش بس المقبرة اللي اتفتحت، في حاجة تانية اتفكت معاها. بعد أيام حاجات غريبة تبدأ تحصل. الكناري اللي جابه كارتر يموت فجأة، وتلاقي أفعى كبرى رمز ملكي فرعوني دخلت البيت وقتلت الطائر. ناس تضحك وتقول صدفة، بس بعدها بشوية اللورد كارنارفن، الراجل اللي مول الحفريات، يموت فجأة. لدغة بعوضة صغيرة في خده، اللدغة تلتهب، حرارة تعلى، تسمم، وفاة. والأغرب في نفس لحظة موته النور يقطع عن القاهرة كلها. ناس تقول صدفة، بس الصدف بدأت تكتر قوي. واحد من اللي حضروا فتح التابوت يموت، واحد تاني يتشل، واحد تالت يموت فجأة من غير سبب واضح. الصحف العالمية تولع، وتطلع الجملة اللي هتفضل محفورة لحد النهاردة: لعنة الفراعنة، الموت ينتظر من يزعج الملك. وانت واقف هنا قدام المقبرة، حاسس ان المكان باصصلك، مش انت اللي باصصله. السؤال بقى مش هل في لعنة؟ السؤال ليه اللي قربوا أكتر هم اللي راحوا؟ هل دي خرافة صحافة؟ ولا تحذير مكتوب من آلاف السنين؟ ولا علم لسه ما قدرش يفسر اللي حصل؟ من اللحظة اللي مقبرة توت عنخ آمون اتفتحت والقصة دي عمرها ما اتقفلت، والنهاردة احنا هنفتحها تاني. بس قبل ما نكمل خليني أسألك سؤال واحد. وانت واقف هناك في وادي الملوك، لو كنت مكانهم كنت هتفتح المقبرة ولا كنت هتسيب الملك نايم؟ قصة لعنة توت عنخ آمون بترجع لبداية القرن العشرين، وتحديداً سنة 1922، في وقت كان فيه العالم كله مهتم بالآثار المصرية، وخصوصاً وادي الملوك في الأقصر اللي كان معروف إنه مدفون فيه أغلب ملوك الفراعنة. في الوقت ده كان فيه عالم آثار إنجليزي اسمه هاورد كارتر، قضى سنين طويلة بيدور على مقبرة ملك فرعوني صغير اسمه توت عنخ آمون. أغلب علماء الآثار وقتها كانوا شايفين إن المقبرة دي اتنهبت من زمان أو اتدفنت تحت مقابر تانية، وإن مفيش أمل في العثور عليها. لكن كارتر كان مقتنع بالعكس، وكان وراه ممول إنجليزي غني اسمه اللورد كارنارفن، هو اللي كان بيدفع فلوس الحفريات. في 4 نوفمبر 1922 فريق الحفر بتاع كارتر اكتشف درجة حجرية غريبة مدفونة في الأرض في وادي الملوك، ومع استمرار الحفر الدرجات دي أدت لباب مختوم بالطين وعليه أختام ملكية فرعونية. بعد شوية شغل اتأكدوا إنهم قدام مدخل مقبرة ملكية سليمة تقريباً، ودي كانت حاجة نادرة جداً لأن أغلب المقابر الفرعونية كانت اتنهبت عبر القرون. كارتر وقف الحفر فوراً وبعت تلغراف للورد كارنارفن في إنجلترا، وقالوا الجملة الشهيرة: أخيراً اكتشفت مقبرة رائعة، تعال بسرعة. فتح المقبرة. كارنارفن وصل مصر، وفي 26 نوفمبر 1922 تم فتح المدخل الخارجي للمقبرة. اللي اتشاف جوه كان كنوز ضخمة
تماثيل مذهبة، عربات حربية، أسرة جنائزية، صناديق مليانة مجوهرات، وكلها كانت شبه سليمة. المقبرة كانت عبارة عن كذا غرفة ومقفولة بأحكام، وده أكد إن توت عنخ آمون كان من الملوك القلائل اللي مقبرتهم ما اتنهبتش بالكامل. مين هو توت عنخ آمون؟ توت عنخ آمون كان ملك فرعوني حكم مصر حوالي 1332 قبل الميلاد، وهو لسه شاب صغير حوالي 9 سنين، ومات وهو عنده تقريباً 18 أو 19 سنة، وسبب وفاته لحد النهاردة محل جدل بين العلماء. أهميته مش في مدة حكمه، لكن في إن مقبرته اتلاقت شبه كاملة، وده قدم للعالم أكبر كنز أثري فرعوني في التاريخ الحديث. أثناء فتح المقبرة لاحظ بعض الصحفيين إن في جملة منسوبة إنها كانت مكتوبة على أحد جدران المقبرة أو على تميمة، وبتقول: الموت سيأتي سريعاً لكل من يعكر سلام الملك. الجملة دي مش مثبت علمياً إنها كانت مكتوبة فعلاً، لكن الصحافة التقطتها بسرعة وبدأت تربط بينها وبين أي حادثة تحصل لأي شخص ليه علاقة بالمقبرة. في الأيام الأولى بعد الاكتشاف، بعض العمال اشتكوا من تعب مفاجئ، حيوانات نفقت بدون سبب واضح، وبدأت إشاعات تنتشر وسط الناس. لكن في المرحلة دي مفيش حد مات، ومفيش دليل حقيقي على أي حاجة خارقة. كل اللي كان موجود هو اكتشاف أثري ضخم، اهتمام إعلامي عالمي، وفضول ممزوج بالخوف. اللي حصل بعد كده هو اللي خلى اسم لعنة توت عنخ آمون يعيش لحد النهاردة. الأحلى من ده كله إن قبل ما عالم الآثار يكتشفه إن في الحقيقة طفل صغير هو اللي اكتشف المقبرة. طفل. خليني أقولك إزاي. سنة 1922 وادي الملوك بمصر، الجو كان شديد الحر، والعمال شغالين وسط الغبار والحجارة القديمة، والكل كان متحمس لاكتشافات جديدة، لكن محدش كان متوقع اللي هيحصل يومها. هوارد كارتر، عالم الآثار البريطاني، كان مركز على مشروعه يلاقي مقبرة ملك شاب لم يكتشفها حد قبل كده. الشغل كان دقيق، أي حركة غلط ممكن تبوظ أي حاجة بعد آلاف السنين من الحفظ. الطفل اللي كان موجود يوم الاكتشاف كان طفل مصري صغير بيتعامل مع العمال الصغار، بيجيب أدوات وبينقل مياه للعمال، وده اللي خلاه جزء من اللحظة التاريخية. المرة دي وهو شايل دلو مياه علشان يروي الطين ويحافظ على الأرض من الغبار، خبط فجأة في حاجة على الأرض، حاجة صغيرة ومعدنية كانت جزء من باب المقبرة القديم، أو ربما تمثال صغير وقع أثناء تنظيف المكان. الصوت ده خلى كارتر يركز أكتر ويقرر يتحقق بنفسه، وده كان فعلياً أول مؤشر على إن في حاجة مميزة تحت الأرض. الطفل اتفاجئ، لكنه كمل شغله جنب كارتر والعمال الكبار، وحس بالإثارة والخوف مع كل خطوة. اللحظة دي كانت حاسمة، لأن الصوت اللي عمله الدلو كان سبب في إن كارتر يركز على المكان ده بالتحديد ويبدأ يحفر بدقة أكتر. يوم 4 نوفمبر 1922، بعد شهور من التحضير والتنقيب، الباب اتفتح بالكامل، وكارتر دخل وقال عبارته الشهيرة I see wonderful things. والطفل كان واقف جنب الباب شايف كل التفاصيل بعينه: الذهب، التوابيت، القناع الذهبي، التماثيل، الكتب على الجدران، والكتابات اللي موثقة بالهيروغليفية. اللحظة دي كانت مليانة دهشة وهيبة، والطفل كان شاهد حي على كل شيء. بعد الاكتشاف، الطفل ظهر في الصور والمذكرات التاريخية جنب كارتر، وكان مصدر مهم جدا لتوثيق الأحداث، لأنه فعليا كان حاضر على كل التفاصيل الدقيقة، من أول فتح الباب لحد رؤية الكنوز، لحد ترتيب القطع للتهريب الآمن داخل المخزن المؤقت. وفي العصر الحديث وبعد افتتاح المتحف الكبير سنة 2026، أي زائر يقدر يشوف الكنوز والقطع الأثرية اللي اكتشفها كارتر والطفل بنفسه. التجربة مش بس مشاهدة القطع، لكن كأنك بتعيش اللحظة، تحس بالدهشة والخوف اللي عاشها الطفل والعمال وقت الاكتشاف، وتعرف التاريخ كله من خلال القطع والنصوص والمعروضات. كل ده بيوضح حاجة مهمة جدا: الطفل الصغير اللي كان موجود كان جزء أساسي من اللحظة التاريخية، وشغله البسيط زي نقل المية وتنظيف الأرض كان سبب مباشر في إن كارتر يركز على المكان الصح ويكتشف المقبرة. وبكده الحكاية مش بس كنوز، دي تاريخ حي، علم، وإرث ثقافي كبير لحد النهاردة. بعد فتح مقبرة توت عنخ آمون رسمياً، الدنيا اتقلبت حرفياً. الصحافة من كل حتة في العالم نزلت مصر، وكل واحد عايز سبق صحفي عن أعظم اكتشاف أثري في القرن العشرين. بس اللي محدش كان متوقعه إن أول مأساة هتحصل بسرعة جداً. في إبريل سنة 1923، يعني بعد حوالي 5 شهور بس من فتح المقبرة، اللورد كارنارفون الممول الرئيسي للحفريات اتوفى في القاهرة. سبب الوفاة رسمياً كان قرصة ناموسة صغيرة في وشه
القرصة التهبت، حصل تسمم في الدم، بعدها دخل في التهاب رئوي ومات. لحد هنا الكلام طبي ومنطقي، لكن اللي حصل وقتها هو اللي ولع الدنيا. وقت ما كارنرفون مات، الكهرباء قطعت فجأة عن القاهرة كلها. في نفس اللحظة كلبه في إنجلترا عوى ومات. الأطباء لاحظوا إن مكان قرصة الناموسة كان فوق نفس المكان اللي كان فيه جرح على خد مومياء توت عنخ آمون. التفاصيل دي اتنشرت في الجرائد العالمية بشكل هستيري، وبدأت العناوين تظهر: لعنة الفراعنة تقتل أول ضحاياها. ومن هنا القصة خرجت من نطاق علم الآثار ودخلت عالم الرعب. الصحافة وقتها لعبت دور ضخم جدا. كل وفاة، كل مرض، كل حادثة لأي حد ليه علاقة بالمقبرة كانت بتتربط فوراً باللعنة، حتى لو مفيش دليل. الغريب إن هوارد كارتر نفسه ما ماتش، لكنه تهاجم إعلامياً بشدة، واتقال إنه نجا مؤقتاً من اللعنة. وفيات تانية بعدها. خلال سنين قليلة حصلت وفيات لناس كانوا قريبين من الاكتشاف، زي عالم آثار زار المقبرة، سكرتير كارنرفون، واحد من اللي اشتغلوا في الأشعة على الموميا. بعضهم مات بسبب أمراض، جلطات، حوادث طبيعية، لكن الصحافة كانت دايماً تربط بينهم وبين المقبرة، حتى لو الشخص ده دخلها مرة واحدة بس. علمياً أغلب الوفيات حصلت بعد سنين. متوسط أعمار المتوفين كان طبيعي بالنسبة للعصر ده. مفيش نمط واضح يثبت وجود لعنة، وفي نظريات قالت إن المقبرة كان فيها فطريات أو بكتيريا أو غازات سامة من التحنيط، أو إن الموضوع كله ضغط نفسي وخوف جماعي. بس في المقابل في تفاصيل لسه مفيش تفسير قاطع ليها. من هنا الناس انقسمت فريقين: فريق شايف إن كل ده صدفة وصحافة صفرة، وفريق مؤمن إن الفراعنة فعلاً كانوا حاطين تحذيرات وحمايات لمقابرهم، واللعنة ما بقتش مجرد إشاعة، بقت قصة عالمية بتتقال في كل مكان. بعد وفاة اللورد كارنرفون، الشغل في مقبرة توت عنخ آمون موقفش. بالعكس، هوارد كارتر قرر يكمل، وبدأت مرحلة أخطر وأهم: تفريغ المقبرة ودراسة اللي جواها قطعة قطعة. الموضوع ما كانش مجرد نقل كنوز، دي كانت عملية دقيقة جدا، لأن كل حاجة جوه المقبرة كانت متكدسة بشكل غير معتاد، وكأن الدفن حصل بسرعة. كارتر وفريقه خدوا سنين في تفريغ المقبرة. كل قطعة كانت بتتصور وتتسجل وتتغلف بعناية وتتبعت لمعامل الحفظ. وتم اكتشاف إن المقبرة صغيرة نسبياً مقارنة بمقابر ملوك تانيين، وده خلى علماء الآثار يشكوا إن توت عنخ آمون مات فجأة ومفيش وقت لبناء مقبرة ضخمة ليه. في سنة 1925، بعد حوالي 3 سنين من الاكتشاف، قرروا فتح التابوت الداخلي اللي فيه الموميا نفسها. اللي اتلاقى كان صادم. الموميا كانت ملتصقة بالتابوت. الزيوت والراتنجات اللي استخدمت في التحنيط كانت ناشفة ومتحجرة. فك الموميا تم بصعوبة شديدة. أثناء العملية حصل تلف في أجزاء من الجسد، اتكسرت بعض العظام، وده أثار جدل كبير حوالين طريقة التعامل مع الموميا. لما العلماء بدأوا يفحصوا الموميا، لاحظوا حاجات غريبة: كسور في عظمة الفخذ، آثار التهابات، علامات مرضية محتملة. وده فتح باب جديد من الأسئلة: هل الملك مات نتيجة حادث؟ ولا مرض؟ ولا في شبهة قتل؟ العلم وقتها ما كانش متقدم كفاية يدي إجابة قاطعة. مع الوقت ظهرت نظريات بتقول إن المقبرة نفسها كانت بيئة مغلقة آلاف السنين، وممكن تكون مليانة فطريات أو بكتيريا ضارة أو مواد سامة من التحنيط، وده يفسر أمراض غامضة، حالات تعب مفاجئة، وفيات حصلت من غير سبب واضح وقتها. لكن ولا نظرية اتثبتت بنسبة 100%. في الوقت ده الأسطورة بقت أكبر من الواقع. كتب، أفلام، برامج وحكايات بتتقال في كل حتة. أي حد ليه علاقة بالمقبرة حتى لو من بعيد اسمه يتحط جنب كلمة لعنة. الغريب إن هوارد كارتر عاش في حد سنة 1939 ومات وفاة طبيعية، وده كان دايما نقطة يستخدمها العلماء لنفي اللعنة. العلماء نفسهم انقسموا: فريق شايف إن كل اللي حصل صدفة وضغط إعلامي، فريق شايف إن في حاجة غير مفهومة لسه. بس الحقيقة الثابتة إن لعنة توت عنخ آمون كانت مزيج من علم، خوف، إعلام، وغموض تاريخي. بعد ما خلص تفريغ المقبرة وفحص المومياء، القصة ما انتهتش. بالعكس، بدأت مرحلة تانية:
مرحلة تفسير اللي حصل. في الوقت ده العالم كان اتغير والعلم بدأ يتقدم، بس اسم لعنة توت عنخ آمون فضل حاضر بقوة. من الأربعينات وطالع بدأت تظهر وسائل علمية أحدث، أشعة سينية، تحاليل أنسجة، فحوصات طبية أدق. وفي السبعينات اتعملت أول فحوصات أشعة حديثة على موميا توت عنخ آمون، وظهرت نتائج جديدة. الملك كان عنده مشاكل صحية، في تشوهات خلقية محتملة، ضعف عام في الجسد، وده دعم فكرة إنه مات طبيعي مش بسبب جريمة أو لعنة. علماء نفس واجتماع دخلوا على الخط وقالوا اللي حصل اسمه الذعر الجماعي. الناس وقتها كانت مستعدة تصدق أي حاجة غامضة. الصحافة ضخمت كل حادثة، وده خلى أي وفاة طبيعية تتحول لقصة رعب. خلال القرن العشرين اتكتبت عشرات الكتب عن لعنة الفراعنة، واتعملت أفلام بتربط اللعنة بالموت والانتقام، وده خلى الأجيال الجديدة تتعامل مع القصة كحقيقة شبه مؤكدة حتى لو العلم قال غير كده. العلماء قارنوا اللي حصل في مقبرة توت عنخ آمون بمقابر تانية، مقابر اتفتحت قبلها ومقابر اتفتحت بعدها، ولقوا إن مفيش نمط ثابت للوفيات، مفيش رقم غير طبيعي، أعمار الناس كانت عادية، وده قوى موقف إن اللعنة مش حقيقة علمية. ليه الناس لسه مصدقة؟ لأن القصة فيها ملك صغير، كنز أسطوري، وفيات غامضة، زمن كان فيه العلم محدود. التركيبة دي مثالية لخلق أسطورة تعيش. النهاردة المقبرة بقت مزار سياحي، الموميا اتعرضت بشكل علمي ومحمي، والدراسات مستمرة لحد دلوقتي، بس اسم اللعنة لسه بيظهر في أي حديث عنه. بعد عقود طويلة من الجدل دخلنا مرحلة مختلفة خالص، مرحلة الحسم العلمي. مش إحساس ولا حكايات جرايد ولا خوف جماعي، لكن أرقام، تحاليل ودراسات اتعملت بهدوء ومن غير ضجيج. في بداية الألفينات اتعملت فحوصات حديثة جداً على موميا توت عنخ آمون، أشعة مقطعية، تحاليل DNA، فحوصات للأنسجة والعظام. النتائج كانت واضحة. الملك كان بيعاني من أمراض وراثية، جهازه الممرعي كان ضعيف، كان عنده مشاكل في المشي، وفي دلائل على إصابته بمرض الملاريا. وده رجح إن سبب وفاته مزيج من مرض زائد ضعف جسدي زائد إصابة بسيطة تحولت لمضاعفات. يعني مفيش حاجة خارقة ولا انتقام ولا قوة غامضة. علماء تانيين ركزوا على المقبرة نفسها وقالوا المقابر المغلقة آلاف السنين ممكن يبقى فيها فطريات سامة. الفطريات دي ممكن تأثر على التنفس وتسبب أمراض خطيرة لناس عندهم حساسية أو ضعف صحي. وده يفسر التعب المفاجئ، الالتهابات، بعض الوفيات اللي حصلت بعدها. لكن برضو مش كل اللي دخلوا المقبرة اتأذوا، ومفيش نمط واحد ثابت. باحثين جمعوا بيانات كل الناس اللي ليهم علاقة بالمقبرة، أعمارهم، سبب وفاتهم، توقيت الوفاة. النتيجة متوسط أعمارهم طبيعي جدا بالنسبة للزمن ده. ناس كتير عاشوا سنين طويلة بعد الاكتشاف. هوارد كارتر نفسه عاش أكتر من 16 سنة بعد فتح المقبرة، وده نسف فكرة إن كل اللي قربوا ماتوا. الجملة اللي اتقال إنها مكتوبة الموت سيأتي سريعاً لمن يعكر سلام الملك، اتضح إن مفيش دليل أثري محد أكد وجودها ولا تصورت ولا تسجلت علمياً. يعني بنسبة كبيرة اختراق صحفي اتكرر لحد ما الناس صدقته. ليه الأسطورة عاشت؟ لأن العالم كان طالع من حروب، الناس كانت محتاجة قصص غامضة. مصر القديمة ليها هيبة خاصة، فكرة الملك النائم بتشد الخيال، فالأسطورة اتعزت من الخوف، الفضول، والإعلام. العلم في الآخر قال كلمته، مفيش لعنة مثبتة، مفيش قوة خارقة، كل اللي حصل ليه تفسيرات طبية ونفسية وإعلامية. بس في نفس الوقت العلم ما قدرش يلغي رهبة المكان ولا يسكت سحر الحكاية. وده اللي خلى قصة توت عنخ آمون تعيش بين الحقيقة والأسطورة، بين العلم والخيال، وبين اللي نعرفه واللي لسه مجهول. وبكده نكون وصلنا لنهاية القصة التاريخية، واللي بعدها دايما بيبقى السؤال المفتوح: هل إحنا بنحب نصدق الأساطير ولا الأساطير هي اللي بتختارنا؟ من وجهة نظري قصة لعنة توت عنخ آمون مش قصة رعب قد ما هي قصة بشر لما يقفوا قدام حاجة أكبر منهم بيحاولوا يلاقوا لها تفسير بأي شكل. إحنا بنتكلم عن مقبرة مقفولة أكتر من 3000 سنة،
ملك مدفون بكل هيبة السلطة، ذهب وكنوز محدش لمسها، وفي زمن العلم فيه كان لسه بدائي نسبياً، يعني خلطة مثالية للخوف. أول نقطة، الإنسان بيخاف من اللي مش فاهمه. اللي حصل وقتها إن ناس دخلت مكان ما كانش حد فاهم بيئته ولا الهوى اللي جواه ولا تأثيره الصحي. أي تعب لعنة، أي وفاة انتقام، أي صدفة علامة. وده طبيعي جدا، خصوصا في وقت ما فيش فيه تفسير علمي صريح والناس لسه مصدومة من حروب وموت. العقل لما يتزنق بيختار التفسير الأسهل. تاني نقطة، الصحافة لعبت بعقول الناس. الصحافة وقتها كانت بتدور على سبق، إثارة، قصة بيع. ولما موت كارنرفون حصل، بدل ما يتقال رجل كبير في السن، مناعته ضعيفة، حصل تسمم، اتقال لعنة الفرعون تضرب أول ضحية. ومن هنا كل حاجة بعد كده بقت بتتحط في نفس القالب. والأخطر إن الناس بدأت تشوف الأحداث من الزاوية دي وبس. تالت نقطة، الإيمان باللعنة بيخلق أعراض حقيقية. الخوف مش لعبة. الخوف ممكن يرفع الضغط، يضعف المناعة، يخلي الجسم ينهار. يعني في ناس تعبت فعلا، بس مش لأن الفرعون انتقم، لأن عقلهم كان مقتنع إنهم دخلوا منطقة محرمة. وده اسمه تأثير نفسي حقيقي ومثبت علميا. رابع نقطة، لو في لعنة ليه مش شاملة؟ وده أهم سؤال عندي. لو اللعنة حقيقية، ليه هوارد كارتر عاش سنين؟ ليه أغلب العمال عاشوا؟ ليه ناس دخلت المقبرة وما حصل لهاش حاجة؟ ليه اللعنة انتقائية؟ اللعنات مش بتميز، لكن اللي حصل كان انتقائي جدا. وده يخلي المنطق يقول دي مش قوة خارقة، دي صدف اتفسرت غلط. خامس نقطة، إحنا كمصريين ليه بنحب فكرة اللعنة؟ لأن الحضارة المصرية عظيمة، مهيبة، فيها رمزية قوية. ففكرة إن ملوكنا لسه بيحموا نفسهم بتدي إحساس بالقوة والهيبة. بس ده إحساس عاطفي، مش حقيقة علمية. العظمة مش محتاجة لعنة، العظمة في اللي سابوه وراهم. الخلاصة من وجهة نظري، أنا شايفة إن مفيش لعنة بالمعنى الخارق. في خوف، في جهل علمي وقتها، في إعلان ضخم، وفي بشر بيحبوا القصص الغامضة. بس في نفس الوقت القصة دي بتعلمنا حاجة مهمة، إن الخوف لو سيطر على العقل بيحول الصدفة لحكم، والغموض لحقيقة، والحكاية الأسطورة. توت عنخ آمون مش محتاج ينتقم، هو كسب معركته فعلا، لأنه بعد آلاف السنين لسه اسمه بيتقال، ولسه مقبرته بتخلي العالم كله يقف قدامها باحترام. وده في حد ذاته أقوى من أي لعنة. في الآخر، بعد كل الحكايات، بعد كل الكلام عن لعنة، بعد كل الوفيات، وبعد كل الخوف اللي اتزرع في عقول الناس سنين طويلة، نرجع نسأل نفسنا سؤال بسيط جدا: هو احنا كنا قدام لعنة فعلا؟ ولا كنا قدام خوف بشري لبس قناع الغموض؟ قصة توت عنخ آمون بتفكرك إن الإنسان لما يقف قدام حاجة أكبر منه، أقدم من تاريخه، وأعظم من فهمه، بيحس إنه صغير. والإحساس ده ساعات بيترجم لرعب. مش كل حاجة غامضة تبقى شر، ومش كل حاجة مش مفهومة تبقى خطر. بس العقل لما ما يلاقيش إجابة بيخلق قصة، والقصة لو اتكررت كفاية تبقى حقيقة في دماغ الناس. الدرس الأول هنا واضح: الخوف عمره ما كان دليل، الخوف إحساس مش حقيقة. الدرس التاني: الإعلام والكلام المتكرر أقوى من أي دليل. جملة واحدة اتقالت من غير إثبات فضلت عايشة 100 سنة، غيرت نظرة العالم لقصة كاملة. وده يخليك دايما تسأل: مين قال؟ ليه اتقال؟ واستفاد إيه؟ الدرس التالت وده مهم قوي: العظمة مش محتاجة رعب عشان تثبت نفسها. الحضارة المصرية عظيمة مش عشان فيها لعنة، لكن عشان فيها علم، فن، تنظيم، وعقل سابق عصره. إحنا مش محتاجين نخوف العالم عشان يحترمنا، العالم أصلاً واقف مبهور. والدرس الأخير الأهم: